وحشتوني جدا. اخباركم ايه بناتنا الحلوين؟ انا مبسوطة منكم جدا من التطبيقات اللي انتوا بتعملوها، وبإذن الله بعد الدورة ما تخلص هحط كل صوركم هنا في القناة عشان الناس تشوف انتوا قد ايه مبدعين. النهاردة درسنا بسيط جدا، وهو غرزة النص عمود. ده شكله بيجيلك في الباترون حرف تي. خلاص. آه غرزة النص عمود دي جميلة جدا. بنشتغل بيها الكوفيات والايس كاب واللكلوك، وهي اسرع من غرزة الحشو وارق من غرزة العمود ابو لفة واحدة. اسرع من غرزة الحشو دي وارق من العمود ابو لفة ده. تي وشرطة كده يعني عمود بلفة، تي من غير شرطة يعني نص عمود. طيب، في حاجة اسمها باترون مكتوب وباترون مرسوم. يعني ايه باترون مكتوب ويعني ايه باترون مرسوم؟ باترون يعني زي كده مكتوب، ومرسوم المرسوم هيبقى زي كده. خلاص، يبقى احنا هنا عندنا غرزة النص عمود مقسومة لاتنين، النص الاولاني مكتوب والنص التاني مرسوم. خلاص، ايه هو الباترون؟ يعني ده ويعني ده ويعني ده، كل ده كل ده. خلاص. طيب، يعني ايه بقى باترون مكتوب؟ مكتوب اللي انت بتكتبيه، اللي هو الملخصات البسيطة اللي انت بتكتبيها في الكشكول، زي مثلا اسم الغرزة واختصار الغرزة ورمز الغرزة والقاعدة الأساسية للغرزة. اسم الغرزة واختصار الغرزة ورمزها والقاعدة الأساسية للغرزة. ده الباترون المكتوب، بتكتبيه بخط ايدك. اما الباترون المرسوم اللي هو بيبقى بالطريقة دي، مرسوم قدامك وانتي بتمشي حسب الخطوات بتاعته، كام عدد سلاسل وكام عدد ارتفاع سلاسل وكام عدد الشغل ده. خلاص، فهناخد مع بعض ايه هو ده نص عمود وايه الشغل بتاعه. هنعمل عقدة البداية ونرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده ال10 غرز بتوعنا. هنحط مارك، وبعدين نرتفع 1 2. خلاص، ال10 غرز سلسلة دول بتوعنا. السلسلتين اللي هم الزيادة دول ارتفاع النص عمود. عرفنا الارتفاع بتاع النص عمود، والف الخيط على الابرة وهنزل احط في السلسلة اللي فيها المارك. اصبح عندي 3 سلاسل اهم، 3. هروح واخده الخيط وخارجه منهم كلهم. اصبح كده عندي نص عمود ونص عمود. تاني هخش في السلسله اللي بعدها اهي، تاني السلسله اللي بعدها. عندي 3 حلقات على الابر، هخرج منهم كلهم مره واحده. تاني تاني تاني
شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ هتبقى عندي سلسلة اهي، ما ننساهاش. وكده اصبح عندي ال10 سلاسل. فوق كل عمود، فوق كل سلسلة عملنا نص عمود. هحط المارك بتاعي في اخر سلسلة اشتغلت فيها اهي، وهحط المارك بتاعي في اول سلسلة انا ارتفعت بيها. خلاص، هرتفع بقى ايه؟ انا عايزة اعمل السطر التاني. احنا كده خلاص اشتغلنا ال10 سلاسل، واشتغلنا السلسلتين، ورجعنا اشتغلنا في السلسلة رقم 3 نص عمود لغاية الاخر. هرتفع بقى بسلسلتين اهم. ادي سلسلة 2، والف الشغل بتاعي والف الخيط بتاعي. المارك ده واقف فين؟ واقف في الارتفاع اللي انا عملته، واقف في اول عمود انا عملته. لا، انا هخش في تاني عمود. تاني عمود ده هيبقى فين؟ اهو. بصوا، ده اول عمود انا اشتغلت فيه، عملت فيه ارتفاع سلسلتين. تاني عمود اللي هو هنا اهو، حطيت فيه المارك عشان هشتغل فيه، عشان ما يبقاش عندي ايه سلاسل زيادة. يبقى ده اول عمود، يبقى انا هشتغل في اللي فيه المارك اهو، واخرج من الحلقتين. بصوا اهو، ده اول عمود اللي انا ارتفعت بيه 2 سلسلة. تاني عمود اللي انا هشتغل فيه نص عمود، اللي انا حاطه فيه المارك. بعد كده هشتغل فوق كل راس نص عمود نص عمود. هرجع تاني، لازم يبقى عندي 10 نص عمود، 10 وحدات من نص عمود اهو. بصوا اهي، تاني هيتبقى عندي اللي هي فيها المارك اهي، هخش اعمل فيها النص عمود. بصوا طالعه ازاي مستقيمه، وهنا طالعه مستقيمه اهي. طيب عايزه اشتغل السطر اللي بعده، هيبقى نفس الحكايه. هرتفع 1 2، والف الشغل بتاعي والف الخيط بتاعي. هشتغل فين؟ مش هشتغل في دي، هشتغل في اللي جنبها دي اهي. ادي النص عمود، واللي بعدها نص عمود، واللي بعدها نص عمود. عندي 3 حلقات اهم بخرج بيهم مرة واحدة. وادي نص عمود، كمان نص عمود. لازم يطلع عندي 10 نص عمود اهو. منساش اخر سطر، اخر السطر بيبقى فيه حلقة اهي، هخش فيها واعمل فيها النص عمود اهي. اظن سهلة يا جماعة، ما فيهاش حاجة صح؟ طيب، يبقى احنا كده هنعمل 5 سطور من الشكل ده. هحطه لكم في جروب الواتس، وباذن الله هتعرفوا تعملوها. وريني شطارتكم بقى يا بنوتات، عشان اللي هياخد 10 على 10 هو اللي هيعرف ينفذ الوحدة دي. ماشي؟